بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم أينما كنتم وحيثما وجدتم متتبعي صفحة مبارك نيوز الأوفياء. كما تشاهدون أخوتي على بركة الله تم افتتاح مسجد الذي بناه محسن من ماله الخاص ابن مدينة أم البواقي، يعني شيء ما شاء الله، ربي يقبل عليه إن شاء الله. يلا أخوتي نروحوا نشوفوا المسجد. يعني أخوتي المسجد راهو تبناه في ظرف قياسي 9 أشهر ما شاء الله يعني. يلا أخوتي على بركة الله، المسجد راهو يحتوي على جميع المرافق، ومن بين هذه المرافق قاعة صلاة رجال. يلا خاوتي ما شاء الله خاوتي، يعني بسم الله ما شاء الله. هذه قاعة صلاة رجال يعني تحفة ما شاء الله، فيها التدفئة المركزية، فيها التبريد، يعني ما شاء الله، سجاد يعني ما شاء الله. كما تشاهدون خاوتي، إذن هذه المائضة، مائضة تاع رجال، مائضة تاع رجال خاوتي. يلا خاوتي هذه خاوتي مدرسة قرآنية، مدرسة قرآنية إن شاء الله تكون منارة لنشر العلم وحفظ القرآن، يعني خاوتي ما شاء الله ما شاء الله. يعني خوتي نذكروا خوتي باللي هذا المسجد راهو تبرع به محسن ابن مدينة أم البواقي من ماله الخاص، ربي يجود عليه إن شاء الله، وإن شاء الله صدقة جارية. هذا خوتي بيت الخلاء تاع رجال، كاين خوتي قاعد هذا سكن الوظيفي تاع الإمام، يعني ما شاء الله يعني خوتي. هذه درك خوتي قاعة صلاة نساء، راح نروحوا لها حاليا، قاعة صلاة نساء. هذا بيت الخلاء والمائضة تاع النساء، وهذه قاعة صلاة للنساء، يعني ما شاء الله، ربي يبارك، ربي يقبل عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم واش يقول؟ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. ومن بين هذه الأعمال هذه صدقة جارية، يعني ربي يقبل عليه إن شاء الله في ميزان حسناته، وربي يجود عليه إن شاء الله.